إلى الدكتور دومير، انتظرني في حلقات كثيرة سأخصصها لدحض كل الترهات التي أتيت بها وجود تاريخ دولة اسمها الجزائر. أتحدى دومير وغيره من الجزائريين. يا ودي قبل ما نكملوا نتفاهموا الساعة، انا وغيري من الجزائريين راهو اللي يتحدانا من المروك ما نردوش عليه، رانا نديروا به من الميمز برك. يا خويا كي عدت انت عارف بالتاريخ والدكتوراه في التاريخ الله يبارك وكاتب على اسمك مؤرخ، نعطوك اليوم فرصه، بصح كنت تكذب رانا نردوك الابتدائي. تفضل سي المؤرخ، واش مشكلتك مع الجزائر؟ قل لي. الجزائر هي كيان وليد للاستعمار. الاستعمار هو الذي أنتج الجزائر، أنتج هذا الكيان، خلقه. لا وجود لشيء اسمه الجزائر إلا بعد صناعتها من طرف فرنسا سنة 1962. إذن هي صنيعة فرنسا. أتحدى دومير وغيره من الجزائريين أن يأتيني بمصدر تاريخي قبل 1962 يتحدث ويؤرخ لشيء اسمه الدولة الجزائرية. طيب سهلة هذه، خلي أولا نلخصوا التحدي تاعك. أنت كمؤرخ تدعي أن لا وجود لمصدر قبل 62 يذكر الدولة الجزائرية، وتدعي أن اسم الجزائر أعطته فرنسا لبلادنا. ننطلق من لا وجود لدولة الجزائر أو اسم الجزائر قبل 62. هذه رسالة السلطان تاعك عام 1828، يقول فيها: فاعلم أن أهل الجزائر إخواننا ومن أخص أهل محبتنا. هذه تجي في بلاصتها حسبك أنت، فاعلم أن أهل تركيا لا علينا. هذه قلنا في 1828، وبعد سقوط الجزائر يعني في 1831 انقلبت الآية. هذه رسالة الوزير تاعكم يحكي على احتلال الدولة وما حل بباي الجزائر وكأنه يستشفى فيه، لكن اللي يهمنا أنه قال على باي الجزائر: هو رجل سلب ملكه وذهبت دولته. ها هو باي الجزائر عنده ملك ودولة. وفي العام اللي بعده 1832 بعض الجزائريين هجموا على سفينة فرنسوية، غنموها من العدو وهربوا بها للمروك، لكن السلطان كتب للعامل تاعو وقال له: كان جو الفرنسيس باه يدوا سلاح المركب الذي غنمه أهل الجزائر سلمها له. السلطان كي يحكي على أهل الجزائر قبل 62 أخويا، راني مصدوم لأنه أنت مؤرخ دكتوراه في التاريخ وهذه رسالة السلطان. واحد فيكم يكذب، إما أنت ولا رسالة السلطان. هذه الجريدة الرسمية تاعكم، وهذا عدد 15 جانفي 1937. دير زوم وقرأ: الأمة الجزائرية الكريمة. هذه العبارة اللي طبعتوها في جريدتكم، والسياق هذا اللي ذكرت فيه هو: ممنوع على المغاربة يقروا بلاغ مصالي الحاج رئيس الحزب الوطني الجزائري إلى الأمة الجزائرية الكريمة. وهاو عندما تكلم الشعب الجزائري، هذا أيضا مؤلف منعتوه في المروك بقرار صادر في الجريدة الرسمية في 1937. وفي 38 منعتوا الكتاب المسمى نشيد شباب المؤتمر الإسلامي الجزائري، ومنعتوا مقال يحمل اسم العمل الجزائري. وفي 1938 كانوا الطلبة تاع المروك يقروا في 3 بلايص: في المغرب، في فرنسا، في الجزائر. تقدر تقول لي واش دير الجزائر هنا في الجريدة الرسمية تاعكم قبل 62؟ هذا هو التحدي تاعك، ما كانش الجزائر قبل 62. لكي أرفع التحدي أنا سأسرد عليك مجموعة من المصادر التي أرخت للدولة المغربية الشريفة. المعجب في تلخيص أخبار المغرب وكيف تشوفوا ورد فيه اسم المغرب. إذن هاد التسمية نتاع المغرب هي قديمة قدم التاريخ. شوفوا معايا خوتي كيف يكذب ويزور. قال لك هذا كتاب يحكي على المغرب يعني المروك، بينما الكتاب يحكي على المغرب بصفته ضد المشرق، لأنه هذا الكتاب بالضبط نقرأ فيه ما يلي: أما الحدود الجغرافية لهذا المغرب فتتسع وتنبسط حتى تشمل شبه جزيرة إيبيريا من جبال برانس إلى المحيط الأطلسي بما تضم من دول ومدائن، ثم على الشاطئ الأفريقي من مراكش إلى الجزائر إلى تونس إلى حدود مصر الغربية. إذ كانت هذه المساحة المنبسطة في عرف كثير من المؤرخين القدماء هي المغرب. وهنا يزيد يأكد أنه يحكي على المغرب الكبير ماشي المغرب الأقصى. حتى هنا في المعاهدة مع بريطانيا في 1856 السلطان تاع المروك واش كان اسمه؟ كان اسمه سلطان مراكش وفاس. في نفس المعاهدة اسمه سلطان مراكش. وأصلا النهار اللي منح السلطان قطعة من أرضكم الإسبانية بلا ما يشاوركم كان اسمه سلطان مراكش. وهي المعاهدة الأصلية جبناها، وهذه نسختها الحديثة أقرأها معي: إن أرض سبتة المذكورة والمحدودة في الشرط الثالث يعطيها سلطان مراكش لسلطانة إسبانيا. وعلاش أعطاها؟ ليكون الصلح دائما وأبدا وتثبت الصحبة بين الدولتين. الله الله. ويزيد يقول في الشرط الثالث: إن سلطان مراكش، مش اسمه ماشي سلطان المغرب يا أخي، سلطان مراكش المعاهدة وني خاطي، يعطي لسلطانة إسبانيا الأرض المذكورة وتكون تحت حكمها وسلطتها.